أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي جميعا بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله سبحانه وتعالى هي خير زاد يتزود به المسلم في دنياه إلى يوم العرض على الله عز وجل. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله عز وجل لكل الأمم السابقة ولأمة الإسلام، فهي سبيل النجاة من الدنيا الفانية، الدنيا التي شغلت الناس عن لقاء الله عز وجل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال الشاعر رحمه الله تعالى: تزود من حياتك للمعاد، وقم واجمع خير زادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد، وخير الزاد التقوى. فينبغي على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يخشى الله عز وجل في السر والعلن، وأن يعلم أن المهمة التي لأجلها خلق هي عبادة الله عز وجل وإفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في سورة الذاريات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لقاؤنا اليوم بمشيئة الله عز وجل نتحدث فيه عن الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. لو رجعنا إلى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لوجدنا أن الله عز وجل ما أرسل رسولا ولا بعث نبيا ولا أنزل كتابا إلا وفيه الأمر بعبادة الله وحده وعدم الشرك به سبحانه. لو تصفحنا الآيات من سورة الشعراء وسورة هود لعلمنا أنه ما من نبي إلا قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
فحق على كل مسلم تبع هذا الدين والنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن ينقاد لأوامره وأن ينتهي عما نهى عنه هذا الدين. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الدين الإسلامي هو الدين الخاتم الذي أتم الله عز وجل به كل الديانات السماوية السابقة. الله عز وجل يقول في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيجب على كل إنسان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع هذا الدين، وكل من آمن بأي دين آخر غير دين الإسلام فلن يقبل منه. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ قال الله عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إن الدين عند الله الإسلام. فعلى كل مسلم أن يتبع هذا الدين. وكلنا يعلم ويرى ويشهد ما يحدث في العالم الإسلامي من فتن تموج كموج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. فتن كقطع الليل المظلم، فتن القابض على دينه كالقابض على الجمر. فما النجاة؟ فما المخرج؟ كيف السبيل إلى الوصول إلى طريق الله عز وجل؟ المخرج يصوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، حيث يصور لنا كيف أثرت موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: لقد وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فبما توصنا؟ أو في بماذا تعهد إلينا؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. السمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وها نحن الآن انظر إلى الأمة الإسلامية، كم فرقة الآن؟ هل تتحد على كلمة واحدة أم أن الناس تخطفتهم الطير وابتعدوا كل البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح، فكان ما كان وحل ما حل ونزل ما نزل وضعفت الأمة، فتلك النتيجة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فماذا؟ ما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها أو عضوا عليها بالنواجذ. تمسك بكتاب الله، تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والبدع، إياكم والمستحدثات في الدين التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كل أمر لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين اعلم علم اليقين بأنه ابتداع في الدين، واعلم علم اليقين بأن فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. كيف يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قصر؟ كيف يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ؟ أنت لست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكن كالذين كفروا وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. كن متبعا ولا تكن مبتدعا. اتبعوا ولا تبتدعوا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فقد كفيتم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل أمر ليس عليه ديننا فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل ذي ضلالة في النار. هذا هو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، من ابتدع في الدين، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. اللهم اجعلنا من المتبعين ولا تجعلنا من المبتدعين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا رب من عبادك الراشدين. اللهم آمين يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: أركان الإسلام وأركان الإيمان. أركان الإسلام: بني الإسلام على خمس:
كلنا يعلمها ويحفظها جيدا. الإسلام كله يقبل جملة واحدة، لا تقبل شيئا وتترك شيئا. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لا بد أن تسلم الأمور كلها لله عز وجل، ولا تحزن إذا أصابك مكروه، فكل بقدر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل فرض الإسلام على جميع البشرية، فقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وترك للإنسان حرية الاعتقاد، اختر لنفسك الإيمان أو الكفر. قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا عقاب الظالمين، هذا عقاب الكافرين، هذا عقاب من ترك دين الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يوم القيامة الذي يتوفى فيه كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ووجدوا ما عملوا حاضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. على المسلم الكيس العاقل أن يتبع سبل النجاة وأن يثبت على هذا الدين وأن لا يتزحزح عنه قيد أنملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا المشهد ويبين لنا ويقول: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض ثم يوضع فيه ويجاء بالمنشار ويشق رأسه باثنتين
فما يصده ذلك عن دين الله عز وجل. ويمتشط بأمشاط الحديد ما دون لحم وعصب، فما يصده ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى. الله ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. دين الإسلام هذا الدين الذي رضيه الله عز وجل لجميع البشرية، هذا الدين الذي تحدث عنه الله عز وجل قائلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا الدين الذي يأمر بكل خير وينهى عن كل شر. مصدر الديانات واحد، فالذي أنزل الكتب هو الله عز وجل، والذي أرسل الرسل جميعا هو الله عز وجل. ما من نبي وما من رسول إلا دعا قومه إلى عبادة الله عز وجل. ترك للإنسان حرية الاعتقاد، افعل ما شئت، اعتقد ما شئت، وهناك يوم ستقف فيه بين يدي الله عز وجل يحاسبك على ما قدمت في الدنيا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تمسك بالدين، إياك وأن تفتن في دينك، فتلك المصيبة الكبرى، وتلك الطامة التي إذا حلت بالمرء لا يغفر الله عز وجل له. كل ذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يغفره الله عز وجل إلا من مات مشركا ومن قتل مؤمنا بغير حق. إياكم والفتنة في الدين. تذكروا ما قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم، تذكروا ما قدم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين، كيف ضحوا بكل ما يملكون في سبيل هذا الدين، كيف ثبتوا على الحق، كيف أوذوا وتحملوا العذاب ولم يفتنوا في الدين. ها هو أبو جندل أحد الصحابة يوم الحديبية، وكان قد حبسه أبوه في مكة لأنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع المشركين واتفق معهم أن من خرج مسلما من مكة إلى رسول الله رده إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حدث بعد أن أتم النبي الصلح. تمكن أبو جندل من الهرب، فلما رآه أبوه أمسكه بمجامع ثيابه وظل يضربه، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، قد لجت القضية بيني وبينك يا محمد، لقد اتفقنا يا محمد، لقد اتفقنا، ليس لك أن تصحب أحدا من المسلمين ممن يقيمون بمكة. فصاح أبو جندل: يا معشر المسلمين، إن
إن المشركين يعذبونني وكادوا يفتنونني في ديني، أصبحت لا أتحمل العذاب. يستغيث برسول الله وبالصحابة، وإذ بالاختبار العظيم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: اصبر أبا جندل واحتسب، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المسلمين مخرجا أو فرجا ومخرجا، وإنا صالحنا القوم ولكننا لا نقدر أبدا، اصبر واحتسب. فصبر واحتسب أبو جندل، صبر على العذاب وثبت على الإيمان والإسلام ولم يكفر بالله عز وجل، واحتسب الأجر كاملا عند الله عز وجل، وقد تمكن من الهرب بعد ذلك، وفر من محبسه إلى أبي بصير، وكان رجلا من المسلمين، كان يقيم على طريق مكة يضيق الطريق على المشركين. خرج أبو جندل وتبعه 300 ممن كانوا قد أسلموا، ولحقوا بأبي بصير على طريق مكة، ضيقوا الطريق على المشركين، ما مرت بهم عير للمشركين إلا سلبوها، وما مر بهم أحد من المشركين إلا عذبوه وقاتلوهم ليذيقوهم مثل ما أذاقوهم، حتى إذا اشتد الأمر بالمشركين كتبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة: يا محمد، نسألك بما بيننا وبينك بالأرحام أن تكف عنا هؤلاء، صرنا لا نتحمل. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لأبي جندل وأبي بصير أن يلحقا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم من المسلمين أن يرجعوا إلى أقوامهم. فجاء الكتاب إلى أبي بصير وكان مريضا مشرفا على الموت، وأمسك بالكتاب وهو يقرأه مات أبو بصير، فدفنه أبو جندل مكانه، ثم قدم أبو جندل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر أبا جندل واحتسب، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. دين الإسلام هو دين الفطرة. قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. دين الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، على فطرة التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه الفطرة تدعو إلى عبادة الله وإلى وحدانيته وعدم الشرك به سبحانه وتعالى. هذه الفطرة تشير وتبين أن الناس خلقهم واحد، وأصلهم واحد، وإلههم واحد، وهدفهم واحد. هذه الفطرة تبين أن الناس جميعا سواسية عند الله عز وجل، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس كلهم ولد آدم، وآدم خلق من تراب عليه السلام. هذه الفطرة لا تجعل الناس طبقات. هذه الفطرة
تدعو إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. هذه الفطرة تنتصر للضعيف من القوي، وللمظلوم من الظالم، والفقير من الغني. هذه الفطرة نجدها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً وسلوكاً. هذه الفطرة تأمر بتوحيد الله وعبادته وعدم الشرك به، وتنهى عن عبادة غيره والسجود للأصنام. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أخي المسلم، لا أطيل عليك، ولكني أهمس في أذنيك، أوقظ قلبك ومشاعرك، وأذكر نفسي بهذا الدين السليم. وهناك التيارات المعاصرة التي تدعو الناس إلى النصرانية وإلى التشيع، وأسفاه ثم وأسفاه ثم وحسرتاه لمن لم يستقر الإيمان في قلوبهم، ويتنازلون عن دينهم ويتنصرون ويتهودون ويتشيعون، ويتناسون أن أشد عداوة هي العداوة في الدين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هؤلاء يعلمون بأن محمدًا هو الحق، وأن ما جاء به إنما هو الحق، وإنما هي مكابرة ومعاندة لأجل انتصار الباطل على الحق. فلا تترك دينك عبد الله، ولا تتبع أهواءهم. وإذا حلت بك مصيبة فاحمد الله وقل الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني. احمد الله حتى ولو فقدت كل شيء إلا الدين، فتلك والله نعمة كبرى وفضيلة عظمى لا يساويها شيء في الدنيا أبداً. انظر ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وثبت على الدين ولم يتزحزح. ماذا فعل أبو جهل عليه لعنة الله برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل عقبة بن أبي معيط برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل أبو جهل عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع قدمه على عنقه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد؟ وكذلك فعله ابن أبي معيط برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، حتى كادت عيناه الشريفتين أن تبرز من وجه صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع سنى الجزور والشاة على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ووضعوا التراب على ظهره صلى الله عليه وسلم، وجاءت الزهراء قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي وتزيل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثبتها الحبيب ويقول لها صلى الله عليه وسلم: يا بنيتي لا تبكي فإن الله مانع أباك يا فاطمة.
ماذا فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف؟ ماذا فعلوا برسول الله ليلة الهجرة وقد استلوا سيوفهم كي يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دم صلى الله عليه وسلم بين القبائل ويستريحون من محمد ودعوة محمد، لكنهم والله ما استطاعوا. نثر التراب في وجوههم وتلا عليهم صدر سورة ياسين إلى أن بلغ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقد كان بقدرة الواحد الديان سبحانه وتعالى. هذا هو الحبيب يا محب فاتبع، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عصمه ربه سبحانه وتعالى من كل أذى، والله يعصمك من الناس. وقد كانت عناية الله عز وجل تكلأه وترعاه. قال تعالى يثبت: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. تثبيت من الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم. فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي كل ما نملك يا رسول الله. على خطاك سنسير وبهديك سنلتزم، وبسنتك سنتمسك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دين الإسلام دين عظيم ما يدعو إلى شر، لكنه يدعو إلى كل خير. عمار بن ياسر يأخذه المشركون ويعذبونه عذابا شديدا. أبوه يعذب، أمه تعذب، هو يعذب. ويمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا. آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرونه بالكفر بالله وبالشرك بالله، لكنهم يبايعهم باللسان دون القلب. فيأتي إلى رسول الله ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراءك يا عمار؟ فيقول: شر يا رسول الله. هذا معك من الخبر يا عمار؟ فيقول: شر يا رسول الله. قال: كيف؟ قال: يا رسول الله ما تركوني حتى كفرت بالله عز وجل وذكرت آلهتهم بالخير وذكرتك بالسوء يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك يا عمار؟ هل قلبك مقر بما نطق به لسانك؟ قال: لا يا رسول الله، قلبي مطمئن بالإيمان. بايعتهم باللسان لكن القلب عامر بالتوحيد الخالص. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد. إن عادوا إلى تعذيبك يا عمار فبايعهم باللسان أتنجو بنفسك ما دام أن القلب مطمئن بالإيمان. فأنزل الله عز وجل في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وأنزل في قوله تعالى: أو من كان مؤمنا. الله عز وجل سجل كل شيء في القرآن الكريم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس.
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أحبتي في الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بوصية الله للأولين والآخرين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يأتي أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أوصني. قال له صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. قال: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. تمسك بالدين، تمسك بكتاب الله رب العالمين، سر على نهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تثبتنا على دين الحق، دين التوحيد، أن تلهمنا رشدنا، وأن تجنبنا جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك والموت تحت لواء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الختام وتوفنا على دين الإسلام. أقول قولي هذا ومعذرة للإطالة، نفعنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.